الاكسنت دي بتاع العيال التوتو. مش مهم القواعد، الاكسنت مش مهم، اتكلم باي اكسنت. اهم حاجة تحفظ الجمل الشائعة. احفظ اهم 2000 كلمة. اهلا بيكم في فيديو تعليم الانجليزية مع اسلام طلعت. الحلقة الاولى من ما تيجي نفهم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في الحلقة الاولى من ما تيجي نفهم. انا اسلام طلعت، ولو انت مش عارف مين اسلام طلعت عادي طبعا جدا، ما كنتش عارف مين اسلام طلعت، ادخل على يوتيوب واكتب اسلام طلعت ازاي اتعلمت انجليزي. طيب هنتكلم في ايه النهارده؟ هقول لك برضه كل حاجه دلوقتي، بس خلينا حتى قبل ما اقول لك احنا هنتكلم في ايه النهارده خليني اسالك سؤال. ايه رايك لو في حد هيتكلم معاك مره او مرتين في الاسبوع على التليفون، هيساعدك انك تطور نفسك في اللغه، وكمان لو عندك اي سؤال هيجاوب عليه؟ يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتس، وانا هقول لك انا ليه قلت لك الجمله دي او ليه سالتك السؤال ده في اخر البودكاست ان شاء الله. وخلينا بقى دلوقتي ندخل على طول على احنا هناخد ايه النهارده. جاهزين؟ يلا بينا. طيب اول حاجه هنتكلم في 3 اساطير مشهوره جدا عن تعليم اللغه، وليه هي اساطير وليه هي مش صح. بعد كده هنتكلم على ايه هي اهم مهارات اللغه، مهارات اللغه الاربعه، وايه الحاجات اللي بتندرج تحتها المهارات الفرعيه. بعد كده هنتكلم في 7 نصايح او 7 خطوات عمليه ممكن تبدا فيهم النهارده تساعدك انك تطور نفسك في اللغه، ومصادر تخليك تطبق ال7 نصايح دول. نبدأ على طول، وأول أسطورة من الأساطير معانا هي أسطورة إن أنت تحفظ أهم 2000 كلمة أو 1000 أو 5 أو أيا كان. بوست طبعا منتشر على الفيس بصورة كبيرة جدا، كل شوية بيعاد نشره، وهو إن أنت عشان تتعلم لغة محتاج يكون عندك كلمات كتير، ولحد كده طبعا كويس، مش مشكلة. انت فعلا محتاج يكون عندك كلمات كتير، وفي 2000 كلمة هم اللي بيكونوا اكتر من 70-80% من حياتنا اليومية، وده برضه كلام سليم مفيهوش اي مشكلة. خد بقى ال 2000 كلمه دول جمعتهم لك في فايل PDF، خدهم واحفظهم. فانت بتعمل ايه؟ بتشوف الفايل مبسوط جدا، تعمل ايه؟ تعمل سيف، وبعدين بس خلاص كده زي الفل. انا اعمل اكتر من كده؟ انا كده رضيت ضميري وعملت سيف. بعد كده ممكن يعني ياخدك الحماس اكتر من كده، وتقوم جاي تعمل له بدل سيف على فيسبوك تعمل له سيف على اللاب عندك، وبعدين تبتدي ان انت تقول ايه؟ طب ما انا احفظهم. 2000 كلمة مش كتير يعني، حفظت كل يوم 10 كلمات كده 200 يوم، يعني اقل من 7 شهور اكون حفظتهم. زي الفل؟ لا مش زي الفل خالص. هينفعك بايه الكلام ده؟ في الحقيقه ولا حاجه، مش هينفعك باي حاجه. لازم الكلمات يتم تعليمها في سياق. مفيش حاجه اسمها فكره ان انا احفظ الكلمات دي، كلمه كذا معناها كذا، كلمه كذا معناها كذا، قطه يعني كات، ولد يعني بوي، مش كل الكلام ده مش سليم. لازم الكلمه تعلم او انت تكتسبها من خلال سياق، ايا كان بقى السياق ده مسموع، مقروء، مشاهد، يعني بتقرأ او بتسمع او بتتفرج على فيديو او قصة. وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل ان شاء الله كمان شوية، بشيء من التفصيل. يعني فكرة انك ازاي تتعلم السياق وايه هو السياق. احنا واحنا صغيرين اتعلمنا ازاي؟ زي ما احنا اتعلمنا كده، كان في كلام بيحصل حوالينا باستخدام الكلمات، فاحنا اتعلمنا واكتسبنا، عرفنا ان الحاجه دي اسمها كذا، الحاجه دي اسمها كذا، ان انا لما احب اكل اقول ايه، محب اشرب اقول ايه. فدي اول حاجه، انك لازم تتعلم كلمه من خلال السياق. ما ينفعش للاسف، والا كانت هتبقى حاجه سهله جدا ان احنا نجيب الكلمات ونقعد نحفظها. لازم الكلمه تتربط في المخ من خلال سياق. يبقى دي اول اسطوره معانا، احفظ 2000 كلمه. لا، انت فعلا محتاج يكون عندك كلمات، لكن مش الطريقه انك تحفظ الكلمات العربي والانجليزي بتاعها. تاني اسطوره معانا، او هناخد التانية والتالتة مع بعض، وهو خناقه طبعا كبيره ومشهوره جدا على النت وفي كل مراكز وتعليم اللغه الانجليزيه، ما بين الناس اللي بتقول لك اهم حاجه، ودول اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل الانترو، اهم حاجه انك يبقى عندك تاصيل علمي كويس، او تاسس ازاي تتعلم ازاي تكون جمله، ومش مهم خالص الاكسنت واللهجه، دي حاجه مش ضروريه، تيجي بعد كده او حتى ما تجيش مش مشكله. والفريق التاني اللي بيقول لك لا، انت بتتكلم ازاي؟ اهم حاجه الاكسنت، وموضوع التعليم الجرامر ده احنا لسه صغيرين، هنقعد بقى نتعلم في الماضي الايه والمضارع الايه والكلام الفاضي ده. طبعا دي شغل عيال صغيره، ومش مهم الكلام ده خالص. مين صح في الفريقين؟ لا ده صح ولا ده صح.
يعني انا مش جاي النهارده اي واحد من الاثنين، بالعكس انا مش شايف ان لا ده صح ولا ده صح، الاثنين مهمين. احنا مقتنعين تماما ان القواعد مهمه ولا يمكن الاستغناء عنها، والاكسنت مهمه ولا يمكن الاستغناء عنها. فتعال نبص لكل كلام كل واحد من الفريقين اللي بيأيد حاجه وعارض حاجه. يعني الناس اللي بتقول لك الاكسنت مهمه ومش مهم القواعد، دايما بيكون الفكره ايه؟ ان في حوار كده بيدور ما بينك وبينه، يقول لك ايه، هو الطفل الصغير الامريكي او البريطاني ده اللي عنده 6 7 سنين ده اذكى منك؟ فانت تقول له ايه؟ لا. طيب هو بيتكلم انجليزي وبيتكلم كويس جدا وهو اصلا لسه ما درسش. فانت بتبتدي تفكر كده وحادثه شبه منطقيه، وبعد كده يبتدي يكمل معاك يقول لك طب وانت اصلا وانت بتتكلم عربي بتستخدم قواعد؟ فانت تبتدي تجود ده اصلا اكتر من كده وتقول له لا ده انا اصلا ما كنتش شاطر في النحو. فيبتدي خلاص كده ايه، يثبت الموضوع وتحس ان هي ايه، هي منطقيه. هي فعلا منطقيه، بس هي مغالطه منطقيه. ليه بقى الكلام ده؟ عشان انت مين قالك ان انت وانت بتتكلم في الكلام العامي كده العادي انت مش بتستخدم قواعد او مش بتستخدم تركيب اللغه؟ يعني مين قالك انك تقول مثلا جمله زي انا ولا رايح الشغل امبارح قابلت احمد فقال لي ان هو كان اتصل بيا كذا مره وانا ما ردتش عليه؟ مين قال لك ان جمله بسيطه زي دي، تمام، انت ما استخدمتش فيها قواعد او ما استخدمتش فيها تركيب للغه؟ انا اصلا عشان اشرح لك الجمله دي هتاخد مننا وقت طويل، عشان كده هقول لك جمله ابسط من كده. انك مثلا تقول ايه، انا رحت الشغل امبارح متاخر. جمله بسيطه زي دي ابسط حتى كمان من الاولانيه. مين قال لك ان انت ما استخدمتش فيها قواعد؟ انت عملت حاجتين. انت اول حاجه رتبت الجمله صح، ما قلتش متاخر الشغل رحت امبارح انا. رقم اتنين، ان انت جبت يذهب اللي هو رحت ده صرفته في الماضي. يعني انت صرفت الفعل، جبت الفعل صح وصرفته في الماضي. عمرك ما كنت هتقول انا رحت الشغل بكره. هو انت لما تقول انا رحت الشغل بكره اللي قدامك هيفهم ايه؟ ولا حاجه. هو يا ترى انه اللي انت تقصده؟ انت تقصد تتكلم في الماضي فبكره هي اللي غلط، ولا تقصد تتكلم في المستقبل فرحت هي اللي غلط؟ ده باختصار شديد جدا الكلام ده مش سليم. الناس اللي بتدخل في القصه دي وتبتدي انها تتعلم وتاخد كورسز ويلا وهنتعلم نطق والكلام ده كله، فعلا بيخلص الكورس ومستواه في البرونسيشن او الاكسنت بيكون فعلا اتحسن، بس يلاقي نفسه في التكوين الجمل بسيط. سوري مش بسيط، مفيش. هي مفيش خالص. ويبتدي فعلا لما اساله سؤال بسيط زي مثلا اقول له ايه، تعرف تسال واحد وتقول له انت منين وانت ساكن فين؟ ايه الفرق بين السؤالين دول؟ يعني يبتدي يسال يلاقي نفسه مش عارف اصلا يكون السؤال. او حد تاني في مكان تاني، بكلمك على فكره عن تجارب عمليه، احنا قابلنا الناس دي وشفناهم وتعاملنا معاهم وشفنا قد ايه الطريقه دي مش عمليه. لما اجي اقول له مثلا واحد من الناس دي بقول له طيب لو احنا قاعدين مع بعض دلوقتي وانت موبايلك مش لاقيه، لو حبيت تقول فين الموبايل بتاعي، ما اعرفش اكون الجمله. كلامك عن حاجات عمليه، يبقى نقطه مفيش حاجه اسمها جرامر او مش مهم. زي ما انت شفت كده بالمثال البسيط جبت لك جمله بسيطه جدا من كتير من الجمل اللي احنا بنستخدمها ليل نهار في لغتنا، احنا بنتكلم فيها، احنا بنستخدمها وبنستخدم فيها تركيب جمل واحنا مش حاسين. اوكي، يبقى ده اول حاجه. النقطه الثانيه بقى العكس، الجانب الثاني اللي هو بيقول لك اهم حاجه تاصيل العلم، مش مهم الاكسنت، مش مهم النطق. ده كلام مش عملي. ده شكل ومنظر كده قدام الناس خالص. طبعا برضه الموضوع ده ممكن ياخد مننا وقت طويل وهنتكلم فيه كتير ان شاء الله، ولكن هناخد بس اكتفي بمثالين. مثال نطق التي اتش اللي هي بتنطق زي عندنا في العربي ث ساوند او ذا ساوند اللي هي زي الثاء with ذال. ومثال فكره الفرق بين البي والبي. احنا طبعا عندنا مش مشكله، احنا مقضيينها بنقول think زي think. يعني لما تيجي تقول I am thinking يعني انا افكر، ممكن عادي جدا تقول I am thinking، ما تطلعش لسانك. I am thinking يعني انا بغرق. انت في النطق كلمه زي دي او في نطق صوت زي كده I have to see your tongue between your teeth. انا لازم اشوف لسانك ما بين سنانك. if I didn't see it you didn't say it. لو انا ما شفتش اللسان يبقى انت كده ما نطقتش الكلمه دي صح. تقول لي يا عم ايه الكلام الفاضي ده؟ يعني هو يعني مش فاهم انا بقول ايه؟ اقول لك يعني لا، مش فاهم انت بتقول ايه. هو المفروض يفهم اللي انت كان نيتك تقوله ولا اللي انت قلته بالفعل. برضه نفس الفكره في نقطه ايه، البي والبي. احنا طبعا منتشر عندنا جدا ان عادي مش مشكله ما تقول بيبل، فتيجي تقول بيبل تلاقي اللي قدامك مش فاهم. يا عم ما انا بقول بيبل، يعني مفيش حاجه اسمها بيبل، في حاجه اسمها بيبل. دي كلمه ودي كلمه تانية خالص. واحنا يا جماعه اول ما اتعلمنا وفكره الاهتمام بالاكسنت والنطق الصح والكلام ده كله، كنا متخيلين اللي بيعلمنا عايز يطولنا وخلاص، عايز يخلينا ان احنا نبقى شكلنا كويس. اتضح بعد كده ان انت لو ما نطقتش صح انت مش هتتفهم. اوكي، يعني انت لما تيجي تقول مثلا بارك، النكته المشهوره اللي مش عارفين هي حقيقيه ولا لا، لما تيجي تقول مثلا واحد رايح يركن عربيته فقال له where can I park، ممكن اركن فين، بس هو طبعا كبر دماغه لان هو مش فارق معاه ومتعود يقول بارك زي بارك، فقال بارك بالبي
عاديه خالص مش بي. فبالك دي معناها ايه؟ ينبح او يهوهو. فقال له ايه؟ you can bark anywhere. ممكن تهوهو في اي حته، مش لازم تيجي تسالني. ففكره النطق اللي هو الايجيبشن اكسنت ده اللي هو مش موجود اصلا في الوجود، او النطق بتاع مس ميرفت، وانت ازاي تدخل عليا كلاس والاستهوان والاستهانه بان انا انطق الكلمه زي ما تيجي كده معايا وخلاص، ده مش هتوصل معنا. وخلينا اديك مثال عشان هي الفكره ان هي رايحه بس مش جايه. يعني ايه رايحه بس مش جايه؟ يعني احنا بنتكلم ومش عارفين تاثير الموضوع عليهم ايه، فخليها تبقى جايه. يعني خلينا نشوف لو في حد بيكلمنا واستهون بحاجه بسيطه زي كده، فكره مثلا ايه؟ التفخيم والترقيق. ما هو الفرق بين البي والبي هنعتبره يعني زي فكره، زي فرق من الفروقات اللي عندنا ما بين مثلا حرف مفخم زي القاف وحرف مرقق زي الكاف. فلو انت مثلا خففت واستسهلت في كلمه في حرف زي القاف، وبدل ما تقول مثلا قلب قلت كلب، تقول لي لا يا عم هو مش للدرجه دي، يعني مستحيل يكونوا الاثنين في سياق واحد، فهو يفهم من السياق. اقول لك طيب ماشي، لو انت مثلا لو انا جاي بقول لك من القائد، وانا خففت القاف لانها صعبه ومش عارف يطلع الصوت ده، مش عندهم الصوت ده، فقال لك ايه؟ من الكائد. انت المفروض تفهم ايه؟ كائد من المكيده، كلمه ثانيه خالص. اوكي، طبعا لو قعدنا نقول امثله هنقول امثله كتيره جدا، والخلاصه بتاعه الموضوع ده ان انت لازم تنطق زي النيتيف. نيتيف يعني متحدث اصلي للغه. مين هم المتحدثين الاصليين؟ آه طبعا مش هنتكلم النهارده في الفرق بين الامريكان والبريتش اكسنت، الفرق بين الامريكاني والبريطاني، بس لازم تكون عارف ان انت لازم تقلد واحد من الاربعه. في 4 دول بس في العالم بتتكلم انجليزي كلغه اصليه، وانت محتاج تقلد واحد فيهم ايا كان اختار اللي انت عايزه. مين؟ امريكا، انجلند، استراليا، كندا. واحد من الاربعه تقلده. طبعا نيوزيلاند بتدخل مع استراليا فبيعتبروها حاجه واحده. واحد من دول ممكن تقلدهم، وطبعا يعني مفيش حد بيروح يدور ان هو يقلد الاستراليان اكسنت او الكنديان اكسنت، فطبعا بنقلد امريكان او بريتش. فاختار اللي انت عايزه، امريكاني او بريطاني، وقلد اي واحد فيهم او اي واحد من الاربعه، محدش يقدر يقول لك انت بتعمل ايه. فلازم تتكلم بنطق صح. طيب يبقى احنا كده خلصنا من الثلاث اساطير وعرفنا ليه هم مش صح، هم فعلا اساطير. وتعالى بقى ندخل دلوقتي سريعا على ال4 مهارات الاساسيه بتوع تعليم اي لغه. طب انا عايزك تتخيل معايا كده، وزي ما اتكلمنا في الاول وهنرجع لها تاني كمان شويه، ان الطفل الصغير بيتعلم ازاي. الطفل الصغير، وعايزك تتخيل معايا كده دايره. الدايره دي متقسمه 4 ارباع، وخلينا نبص للربع اللي فوق على الشمال، ونعتبر ان في سهم داخل على الربع ده، وهنسميه اللي هو السهم بتاع اول مدخل من المدخلات عندنا. الطفل الصغير ايه اللي بيحصل؟ بيتعلم ازاي؟ بيسمع. فهو ده هيكون المدخل الاول اللي هو بيسمع. وبعدين برضو نطلع من الربع اللي فوق على اليمين اللي هو بيبتدي يسمع وبعدين يبتدي يتكلم. ننزل تحت، الربع اللي تحت على الشمال القراءة، وبعد كده يتبقى لنا الربع الوحيد اللي تحت على اليمين اللي هو الكتابة. ده الترتيب المنطقي بتاع تعليم اي لغة. اوكي، انا مطلوب مني انا اسمع، وبعد كده بقلد اللي بسمعه وبتكلم، وبعدين يبتدي بقى لما اروح الحضانة او اروح المدرسة ايا كان، لاول مره في حياتي ببتدي اشوف. خلي بالك النقطه دي مهمه جدا، ببتدي اشوف اللي انا كنت متعود اسمعه واتكلمه واقوله. يعني انا متعود انا بسمع وبفهم كلمه بابا وبعرف اقول كلمه بابا. انا بسمع وبفهم كلمه انا عايز اشرب وبعرف اقول كلمه انا عايز اشرب. اوكي، كل ده بالنسبه لنا مسموع ومتكلم بس، لكن مش مرئي، انا ما شفتوش. ابتدي اروح الحضانه او المدرسه اشوف بقى الاول مره ده بعيني، وابتدي مرحله تعليم تانية. طيب انا مطلوب مني ايه في الكلام والكتابه؟ خلينا نتكلم في الكلام والكتابه عشان اعرف انا مطلوب مني ايه. انا عشان اتكلم، عشان اقول جمله بسيطه زي جمله افتح الباب، ايه اللي حصل؟ خلي بالك ده حصل، كل اللي هقوله ده حصل بصوره غير واعيه او تم بصوره تلقائيه وانت مش مركز وتم صح. لازم احنا بقى نعمل تكسير، نعمل بريك داون للي حصل ده عشان نشوف ازاي هيحصل بصوره واعيه وصح في اللغه التانية. اول حاجه انت جبت الكلمات صح، يبقى اول حاجه ان انا لازم يكون عندي عده. العده اللي انا هستخدمها راس مالي ايه؟ جبت الكلمه، جبت كلمه افتح، ما جبتش كلمه اقفل، ما جبتش كلمه اكسر، ما جبتش كلمه كل، ما جبتش كلمه نط، ما جبتش كلمه العب. بعد كده جبت كلمه الباب، ما جبتش كلمه الشباك، ما جبتش كلمه الترابيزه، ما جبتش كلمه الكرسي. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجه، جبت اول حاجه انك جبت الكلمه صح. تاني حاجه انك كتبت الجمله صح
عملت ترتيب سليم، قلت افتح الباب، ما قلتش الباب افتح. تالت حاجة قلت افتح الباب، نطقت كل حرف في الجملة صح، ما قلتش افتح الباب. تقول لي ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، وفي حاجة اسمها افتح الباب؟ اقول لك احنا بنعمل كده لما يجي نتكلم لغة تانية، هما بيسمعونا كده، يعني على الاقل قوي بيكون مستغربنا ان اصلا ما فهمناش، ان فهمنا اساسا، ان ما كانش مش هيفهمنا. اوكي، يبقى دي تالت حاجة. رابع حاجة ان انت لما بتتكلم بقى جمل اكتر من كده وجمل كتيرة واحنا بنتكلم العربي، انت بتتكلم معايا عربي وبتسمعني، كل ده بيحصل بصورة تلقائية، اللي هو بنسميها الفلوينسي او الطلاقة، اللي هي بنلاقيها موجودة في كل اعلانات الوظائف. يقول لك ايه؟ fluency in English is a must. You have to be fluent in English. لازم تكون عندك طلاقة في اللغة. ايه هي؟ ان انت بتتكلم الافكار اللي في دماغك بتحول لكلام على لسانك بدون تفكير. انت عشان تتعلم فكره الاكسنت اللي احنا اتكلمنا فيها دي، انت محتاج ثلاث حاجات: محتاج تعليم، محتاج تدريب، محتاج يكون عندك مصدر بترجع له لحد ما تتعلم وتتدرب. طب انت عشان تتعلم هرشدك لمصدرين: مصدر بفلوس ومصدر مجاني. ولازم ناخد بالنا من القصه دي يا جماعه، قصه ان احنا نتعلم بفلوس دي، ان احنا لازم يكون عندنا اقتناع ان احنا ممكن جدا نشتري حاجات بفلوس، ومش كل الكورسز او كل المنتجات او كتب نبقى شايفين ان احنا من حقنا ان احنا يعني ناخدها ببلاش. وده مش سخريه او استهزاء بالناس اللي بتاخد كورسات مجانيه او اللي بتقدم كورسات مجانيه، هي الفكره بس في اداره الموارد. يعني ما كنش انا مثلا عندي استعداد ان انا انزل اشتري وجبه برجر ب 160 جنيه وبعد كده اروح اشتري حاجه حلوه بحاجه و30 جنيه واشتري حاجه ساقعه مش عارف كام، والاقي نفسي صرفت في يوم 200 او 250 جنيه، وتيجي تقول لي اشتري كورس. فاقول لك والله بس معلش بالله عليك الله يخليك اعمل لي ديسكاونت، اصل انا خارج من الحرب. لا، هي الفكره مش كده. ما ينفعش اكون انا عندي استعداد ان انا ادفع فلوس وشايف ومقتنع ان الاكل والشرب بيدفع فلوس، لكن العلم لا. تمام. فالكورس اللي معانا في الاول هو الكورس، على فكره اي حاجه انا اقولها انا ماليش اي علاقه مباشره معاهم، يعني انا مش هستفيد اي حاجه ماديه، انا بقدم لك بس خدمه. عشان كل النصايح اللي انا بقولها لك النهارده لو كنت انت هتكون دي اخر مره تسمعني فيها، يبقى عندك مصادر بترجع لها. لو انا مش هعلمك بعد كده اي حاجه في انجليزي يبقى انت عندك مصادر بترجع لها. الكورس الاول لواحده اسمها مس حنان رضوان، موجود على موقع اسمه المنتور. الكورس تقريبا تكلفته حوالي 200 وشويه، وفي برومو كود لو انت دورت على النت هتلاقيه تاخد الكورس بحاجه ب 100 وحاجه. 100 وحاجه ده يا جماعه يعني تكلفه تذكره سينما. فتاني برضو انا عندي سعاده ان الاكل والشرب والترفيه يكون بفلوس، لكن التعليم لا، محتاجين نفكر فيه. طيب لو انت ما حبيتش تختار الاوبشن ده، الخيار ده برضو كان مش مناسب بالنسبه لك، ممكن جدا تدخل فورا تلاقي خيار تاني لحد مبدع وصراحه وفنان في تعليم اللغه، الوحيد اللي انا يعني حاسس ان انا يستحق هذا اللقب، وطبعا مش انا اللي هزكيه، ممكن يكون كلكم عارفينه، اسمه مستر ابراهيم عادل. قناته على يوتيوب اسمها زي امريكان انجلش، هتلاقي في كورس خاص بالصوتيات من الصفر للاحتراف، وده طبعا كورس طبعا مجاني. طيب يبقى اول حاجه في الاكسنت ان انا محتاج اتعلم اكسنت، يبقى اتعلم من مصدر من الاثنين دول. دي الحاجات اللي انا ارشحها واشوف انها معتمده في الموضوع ده. تاني حاجه محتاج ان انا اتدرب، هتدخل على موقع اسمه train your accent. train your accent. طبعا هتلاقي ان شاء الله في الديسكريبشن تحت الاوديو على ساوند كلاود انا كاتب لك كل اللينكس دي ان شاء الله. مرن الاكسنت بتاعتك، هيديك سكريبت بسيط جدا وهينطقه لك بمنتهى الهدوء واحده واحده كده معاك عشان يعلمك ازاي تنطق. يبقى انا كده اتعلمت واتدربت. طيب لحد ما اتعلم واتدرب محتاج يكون عندي مصدر. لما بيحصل خناقات ما بيني وبين اصحابي على نطق الكلمه دي برجع لايه؟ هديك 3 مصادر، اي واحد فيهم هتكتبه حتى لو كتبتهم مس سبيلنج، يعني لو كتبته بصوره مش مكتوب صح على جوجل او على البلاي ستور او الاب ستور، هيطلع لك النتائج وهتنزل القواميس اللي تكون موجوده عندك ترجع لها باستمرار. عندك ديكشنري، لونج مان، اوكسفورد. لو كتبت اي واحد من الثلاثه دول هينزل لك قاموس، وغالبا هينطق لك، هتكتب الكلمه وهيديك النطق وهتسمع النطق كمان بودانك. بالتوازي مع التعليم هتبتدي تفهم اصلا الرموز الموجوده في القواميس دي، ليه الكلمه دي بتنطق كده وليه الصوت ده بينطق كده. تبتدي انت تكون افكار كده وباترنز، يعني افكار وعلاقات في دماغك ما بين كل الاصوات وبعضها. يبقى ده بالنسبه للاكسنت. طيب بالنسبه للليسننج، طبعا موضوع الليسننج موضوع كبير. ان احنا في الاكسنت بنحول الحرف الى صوت، يعني تي اتش بتحول الى صوت اسمه ث او ذا.
انا في الليسننج بقى برجع تاني او بحاول افهم هو الصوت ده كان حرف شكله عامل ازاي. لما اسمع كلمه water ابقى فاهم ان الصوت اللي اتقال في النص ده كان اصلا حرف التي، فاعرف ان هي كلمه water اللي هي ميه. عندي مصدرين، ممكن تبدا بمصدر بسيط اسمه ESL fast، ومصدر تاني اسمه ESL lab. ESL fast ESL lab. والمصادر دي برضه بيديك الكلام وبيديك، بس هنا بيبتدي بقى يدربك على الليسننج اكتر، بيبتدي ان انت تسمع بسرعه اكتر وبيبتدي يتدرج معاك في المستويات. عندنا بعد كده الجزء بتاع الرايتنج او الكتابه. انا عشان اكتب محتاج ايه؟ محتاج نفس الحاجتين اللي كانوا في البدايه موجودين معايا في السبيكنج، محتاج كلمات ومحتاج تركيب جمل. زي ما قلنا افتح الباب، محتاج ان انا يكون عندي الكلمات ومحتاج اركب الجمله صح. نفس الكلام ده يكون معايا في الكتابه، بس لما هاجي هكتب بقى هلاقي حاجتين تانيين مهمين. هلاقي عندي محتاج سبيلنج وبانكتشويشن. طبعا السبيلنج ده تحس ان هو يعني كده لقيط في عالم تعليم اللغه الانجليزيه، ما حدش بيتكلم عليه. يعني زي ما قلنا من شويه الخناقه دايره ما بين هو الجرامر هو المهم ولا الاكسنت هو المهم، وفي يعني ده في ناس بتعلمه وده في ناس بتعلمه. لكن السبيلنج، اقصد ايه بالسبيلنج؟ كتابه الكلمه. انك لما تيجي تكتب كلمه مثلا زي receive يعني يستقبل، تبقى عارف بعد السي هي اي اي ولا اي اي، ومتاكد انك بتكتبها صح. مفيش حد بيعلم روابط، دي ليها روابط بتتعلمها عشان تبقى متاكد انك كاتب الكلمه دي صح ولا غلط. طبعا احنا عندنا في فيديو هتلاقيه موجود على القناه بتاعتنا على يوتيوب، يعني بيتكلم في طريقه جديده غير الطريقه اللي احنا متعودين عليها بتاعت انك تكتب الكلمه كتير. الطريقه دي اثبتنا ان هي مش صح، وايه الطريقه اللي احنا شايفينها انها عملت معانا نتائج. بعد السبيلنج في الكتابه، احنا لسه بنتكلم في الكتابه، بعد السبيلنج هتلاقي البانكتشويشن. طبعا البانكتشويشن ده يا جماعه اللي هو انك لازم تبدا الجمله بحرف كابيتال وتنهي في الاخر تحط نقطه، تحط كويستشن مارك اللي هي علامه استفهام، وهكذا. برضه موضوع ممكن يخلص في 3-4 حصص او يمكن في اقل من كده كمان، ما اعرفش برضه ليه محدش بيدرسه بالتوازي حتى مع اي حاجه تانية. طيب احنا كده خلصنا الاربع مهارات الاساسيه وبعض الفروع عنهم. طبعا ده الانجليزي كله مش هيخلص معانا دلوقتي. هندخل بقى دلوقتي في السبع نصايح اللي انت ممكن تبتدي فيهم النهارده بحيث ان انت تطور نفسك في اللغه. لكن هروح بس الفاصل ونرجع تاني. البودكاست ده برعاية استاذ مفيش سبونسر. يعني ايه مفيش اعلان؟ اول بودكاست هنجيب اعلان منين يعني؟ نرجع يعني. طيب مفيش يا جماعه النهارده اعلان واضح كده، وهنرجع تاني بقى للبودكاست. طيب رجعنا تاني بعد الفاصل الاعلاني ده اللي كان فاضي للاسف وما كانش فيه. هنبدا. اول حاجه زي ما قلنا وكررنا مرتين، احنا ازاي اتعلمنا انجليزي، او سوري ازاي اتعلمنا Arabic. ايوه اسمه ايه Arabic مش Arabic. ازاي اتعلمنا عربي؟ ان احنا سمعنا جمل. يبقى احنا هنبدا نفس الكلام برضه في انجليزي، مش هنتعلم او هنحفظ بدايه من الكلمات، لا هندخل على طول على الجمل. يبقى انت تسمع وتكون جمل. الموضوع ده بيتم ازاي؟ طبعا من خلال اللي بيعلمك. لو هو شاطر هيبتدي ان هو فاكرين بقى ال 2000 جمله او 2000 كلمه اللي احنا اتكلمنا فيهم في الاول، هيبتدي يكون لك او يعلمك ازاي تكون بيهم جمل. والنقطه دي مهمه جدا وطريقه عمليه جدا عشان ما نرجعش برضه لفكره انك تحفظ كلمات مستقله بذاتها دي. يعني مثلا انت عندك مجموعه كلمات ليها علاقه بالعائله او الوظائف او الاكل او الشرب، او مجموعه كلمات ليها علاقه بانك لما تروح مثلا المطعم او الخضروات وهكذا. طبعا برضه لو خدناهم مستقلين بذاتهم كده مش هستفيد حاجه. الفكره بقى انك تجمعهم في جمل ليها لازمه وليها معنى منطقيه في دماغك. يعني مثلا تبتدي تربط العيله بالوظائف. بتقول مثلا ايه والدي دكتور، يبقى انت كده عرفت هتبتدي تاخد على الشمال كل العيله وتبتدي تاخد على اليمين كل الوظائف. بعد كده هات لي بقى الوظائف دي من على اليمين حطها على الشمال، وقول مثلا ايه الدكتور بيعالج المرضى. يبقى انت كده هتاخد كل الوظائف من اللي انت اصلا عرفتها قبل كده مع الافعال. يعني الدكتور بيعمل ايه؟ الدكتور مثلا بيعالج، المهندس بيبني، الميكانيكي بيصلح، وهكذا. وبعدين في الاخر المفعول به. يعني مثلا الدكتور يعالج المرضى تعرف المرضى، المهندس يبني البيوت او العمارات فانت تعرف العمارات، وهكذا. تبتدي جمل يبقى ليها معنى في دماغك. بعد كده مثلا تبتدي تربط ما بين الفواكه والالوان، الفاكهه الفلانيه لونها كذا،
عشان برضه ما تبتديش تدرس الفواكه لوحدها والالوان لوحدها وهكذا. طيب انت عايز تتعلم كلمات، هتتعلمها منين؟ هتتعلمها من اي مصدر فيه سياق زي ما قلنا، تبتدي تكون جمل كده وتتعلمها من مصدر فيه سياق. تاني خطوة ان انت هتسمع محادثات وتكون جزء منها. الناس اللي حضرت كورسز معايا عارفين ان احنا بنجيب محادثات وبنقعد كل واحد ياخد دور فيها. طبعا لو انت مش عندك الموضوع ده، في ابلكيشن ممتاز جدا اسمه English Conversation. طبعا لو انت كتبت English Conversation على الاب ستور او البلاي ستور هيطلع لك كذا حاجه، عشان كده هنصحك انك تكتب Talk English الاول وهيطلع لك ابس كتيره، من ضمنها هتلاقي واحد اسمه English Conversation. ميزه الاب ده ان هو بيديك طبعا محادثات ويديك السكريبت بتاعها ما بين كل واحد والتاني والكلام ده كله، بس بيديك بقى بعد ما تسمع وتشوف الكلام قدامك وتبتدي تتدرب على الموضوع ده، يبتدي يديك فرصه تانية على انك تعمل براكتس، انك تكون جزء من المحادثه دي. ازاي؟ يبتدي يقول لك مثلا في محادثه بين الاب والام، اختار مثلا فلان. طيب الميزه بقى في ايه؟ ان هو لما تختار ان انت تكون فلان رقم واحد، فلان رقم اتنين، ده مش هيتكلم، فانت هيقول هو الجمله الاولى والتالتة، وانت لازم ما بين الاولى والتالتة تكون قلت التانية. ده طبعا ممتاز جدا في ان هو يدربك على انك فعلا تحس انك بتمارس اللغة مع حد. يبقى دي رقم اتنين. رقم تلاتة ان انت هتبتدي تقرأ. طبعا القراءة موضوع كبير جدا، بس سريعا كده انت هتقرأ ايه؟ طبعا هتقرأ قصص ومحادثات برضو قصيرة، بس خلي بالك انك لازم يكون في شرطين مهمين جدا في اي مصدر تقراه او تسمعه او تشوفه. لازم الشرط الاول ان هو يكون حديث. يعني ايه؟ يعني في كلمات يا جماعه اتغيرت، كانت موجوده زمان ما عادتش موجوده دلوقتي. زي مثلا تخيل لو انت بتعلم واحد عربي من افلام عربي قديمه مثلا ابيض واسود، فلقيته مثلا دخل عليك بيقول لك ايه؟ ازيك يا اكسلانس، انا ممنون جدا يا هانم. طبعا انت هتضحك عليه. فهو دي نفس الفكره لما احنا بنروح مثلا نجيب كتب او روايات قديمه. أنا يعني مع احترامي طبعا لو انت عايز تتعلم ادب انجليزي، بس مش هو ده اللي هينفعك النهارده للاسف. اخواتنا في الكليات اداب انجليزي وتربيه انجليزي بيقعدوا يركزوا على ده، ما بيدرسوش اللي هم محتاجين يتعلموه النهارده. يبقى ده اول حاجه، مصدر يكون حديث، ما ترجعش باي مصدر بتدرس منه اكتر من 15 20 سنه ورا. يعني ما يكونش المصدر ده، لان في كلام اتغير، في كلام ما عادش موجود، في كلام استخدامه اتغير وكتابته اتغيرت وهكذا والكلام ده كله. تاني حاجة انه يكون له علاقة بحياتنا اليومية. زي ما قلنا من شوية انا محتاج اتعلم كلمات ليها علاقة بحياتنا اليومية، عيلة الكلمات او عائلات الكلمات اللي هدرسها يكون ليها علاقة بجملة ايه. انا طلعت كده بجملة ايه هي؟ you can't live without. ايه الجملة دي؟ دي جملة كده انا طلعت بيها عشان اي حاجة ينفع تكملها بيها محتاج تتعلم ازاي تتكلم عليها. يعني ايه الكلام ده؟ عشان ما تلخبطش. يعني انك مثلا لما تيجي تقول you can't live without، ينفع تكمل الجمله دي بايه؟ اي حاجه ينفع تتحط هنا يبقى انت محتاج تتعلم ازاي تتكلم عليها. ما اقدرش اعيش من غيري، من غير اكل، من غير شرب، من غير ما اشتغل، من غير عيله، من غير ما اروح اماكن معينه زي المطار، زي محطه القطر، من غير المطعم اروح المطعم، من غير ما يكون عندي هوايات. كل الحاجات دي بما ان هي ما تعرفش تعيش من غيرها، يبقى ما اعرفش اعيش من غير ما اتكلم عليها. ما اعرفش اعيش من غير ما اتكلم عليها بالعربي، يبقى لازم اكون بعرف اتكلم عنها بالانجليزي. انا كده بحول حياتي لانجليزي. نقطة مهمة جدا يا جماعة ان ادرس مواضيع ليها لازمة. تخيلوا يا جماعة في مرة حضرت سيشن مع احد الزملاء، وكان الموضوع بيتكلم عن، كان بيدرس طبعا من احد الكتب يعني المناهج المشهورة، وكان الموضوع بيتكلم عن عادات الدفن عند قبيلة من قبائل اسيا. طب يعني انا هستفيد ايه من الموضوع ده؟ طبعا ممكن يكون في كلمات مهمة مفيدة، لكن ما يفضل ان انا ادرس عن موضوع يخص حياتي اليومية؟ اكيد افضل يعني. يبقى انا تالت حاجه هقرا، وده الضابط، دي الضوابط اللي احنا قلناها في المواضيع اللي انا هقرا فيها. اقرا قصص او محادثات قصيره في حاجه ليها علاقه بحياتنا اليوميه. طب عايز مصدر يجيبني الحاجات دي؟ في موقع ممتاز جدا اسمه ديلي ESL. يعني اللغه اللي ليها علاقه بحياتنا اليوميه. هتلاقي برضه نفس الكلام يجيب لك موضوع مثلا عن ريستورانتس، المطعم، موضوع عن لما اروح للدكتور، موضوع عن لما اروح الصيدليه، لما اروح اشتري حاجه من مكان معين. كل الاماكن انت ممكن تروح تشتري منها، اروح مثلا هيلث كلاب، اروح الجيم، الكلام ده كله. ويبتدي من خلال الموضوع ده بيحكي لك قصه او بيحكي لك موقف، ومن جوه الكلام ده فيه كلمات انت محتاجها في الموقف الفلاني ده. يبقى ده بالنسبه للقراءه. رابع حاجه هبتدي ان انا ايه، اخد فكره زي ما اتكلمنا من شويه عن القواعد. يعني زي ما في البودكاست اللي كان قبل ده على طول، موضوع الازمنه، ليه هو استخدم الزمن ده عشان يعبر عن الحاجه دي، ما كانش ينفع يستخدم زمن غيره.
خامس حاجه ابتدي اكتب. الناس اللي بتحضر معايا كورسز عارفه كويس ان احنا بنخليهم يكتبوا دايري، بنخليهم يكتبوا يوميات. فمن خلال كتابه اليوميات دي هتساعد اكتر في ان انا احول حياتي من عربي لانجليزي. ويا سلام لو لقيت حد يصحح لك. سادس حاجه ابتدي اتفرج على افلام وبرامج بترجمه انجليزي ومن غير ترجمه خالص. وسابع حاجه اخر حاجه اتكلم مع حد، ولو ما لقيتش حد اتكلم مع نفسي. من الاخر كده، يعني انت ماشي في الشارع مش لاقي حد يتكلم معاه، طبعا فكره انك تتكلم مع حد مش بعيده. يعني حاول تتكلم مع نيتيف متحدثين اصليين اللغه. طبعا انت هنا ممكن هتلاقيني متوقع ان انا اكلمك على مواقع زي اي توكي وفيرب لينج والمواقع دي. بس بصراحه انا شخصيا ما عنديش اي قصه نجاح عن واحد دخل على المواقع دي ولقى حد نيتيف بيتكلم معاه. كلهم بيكونوا ناس مش نيتيف، يعني روسيين من اي دوله في اوروبا، الانجليزي بتاعهم مش كويس. طبعا ده بيكون يعني كويس مش وحش، بس انا بصراحه في الاخر مش نيتيف اللي بتتكلم معاه. المواقع دي لو في الاخر هتلاقي فيها حد نيتيف هتلاقي ان هو يعني يكون مدرس مثلا، وفي الاخر يبقى احنا كده خرجنا من قصه ان انا اتكلم مع حد، يبقى كده برضه قصه ان انا باخد كورس. طيب احنا عشان الموضوع ده عملنا جروب على الواتس وجروب على الفيس، وعشان الخصوصيه عملنا واحد للشباب وواحد للبنات. اي حد عايز يتكلم بيدخل على الجروب عندنا ويقول يا جماعه انا جاهز دلوقتي اتكلم، في حد موجود اتكلم معاه. وطبعا لان هو جروب شباب بس او بنات بس فمفيش اي حرج، فبيتكلموا مع بعض سواء صوت، طبعا مش حتى رسائل مسجله، صوت سواء كان على الواتس او على فيسبوك او على الماسنجر يعني، او على بيتكلموا مع بعض تليفون. ميزه الفكره دي عن حتى كمان النيتيف ان انت بتلاقي حد يصبر عليك، ودي نقطه مهمه جدا. انت ممكن تكون في مرحله معينه عايز تتكلم انجليزي بس بالمستوى بتاعك انت لسه بتكون جمل، وده مفيش مشكله يعني فيه. النيتيف مش هيصبر عليك. تخيل كده لو في حد جاي يكلمك عربي وهو اللي محتاجك، خلي بالك من النقطه دي كويسه جدا، ومش هيديك فلوس وعايزك انت تصبر عليه وتقعد تسمعه وهو بيكون جمله وبيتكلم بالراحه وبيغلط ومش عارف ايه والكلام ده. غالبا انت مش هتصبر، لو صبرت مره مش هتصبر تاني. عشان كده بقول لك صاحب حد لازم يكون ده صاحبك عشان يستحملك، او لو ما كانش كده انك تتكلم مع واحد مصري يخليك بس تتجاوز نقطة انك خايف تتكلم، يخليك تتجاوز نقطة انك مكسوف تتكلم، يخليك تتجاوز نقطة انك بتبذل وقت كتير في تكوين الجملة. لما تتجاوز الثلاث نقاط دول ممكن تبتدي تتكلم مع واحد اجنبي. كده رقم 7. وبكده نكون يعني خلي بالك انا اديتك مصادر مع كل حاجة، انا قلت لك تعمل ايه مع كل حاجة. اخر نقطه بس، دايما لما يجي في اي حد بيكلمني بيقول لي هو انا ممكن بعد قد ايه اوصل لايه، ما مش عايزك حط الموضوع في دماغك خالص، عايزك تستمتع بتعليمك وتطويرك في اللغه. بص انا عايزك تبص في الساعه، لا مش عايزك تعرف الساعه كام، وعايزك تبص على التاريخ، ومش عايزك تبص على السنه، عايزك تبص على الشهر. الشهر ده ايا كان الشهر ده، شهر 1 شهر 5 شهر 7، نفس الشهر ده السنه الجايه انت هيكون مستواك عامل ازاي في اللغه. هو ده اللي انت محتاج تفكر نفسك فيه، وهو ده الهدف اللي انت محتاج تشتغل عليه. انا بعد السنه مستواي عامل ازاي؟ لو اشتغلت على الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، انت فعلا بعد السنه هيكون مستواك مختلف تماما في اللغه. طيب اخر حاجه بقى، ودي المفاجاه، ان احنا ان شاء الله هنبدا كورس في السلسله اسمها اتكلم براحتك. سلسله اتكلم براحتك دي هتكون عباره عن ان انا اعلمك ازاي تتكلم لغه عن طريق ان احنا بنكون جمل. فاكر النقطه اللي انا قلتها لك بقى، ان هو اسمع وكون جمل ونوع في الجمل وكون عائلات الكلمات او شجره الكلمات اللي انت محتاج تعرفهم 2000 كلمه او الكلام ده كله. احنا هنبتدي في الكورس ده، هيكون عباره عن كورس هيبدا من الصفر تماما. طبعا لو انت بتبدا من الصفر فانت عارف طبعا الكورس ده هيكون مفيد بالنسبه لك. كلمتي بقى اللي جايه هتكون للناس اللي فاكره ان هي مش هتبدا بالصفر. عايزك تحضر معايا الكورس ده، هيفيدك بثلاث حاجات. اول حاجه هيفرق معاك في ان انت تتعلم النطق، لان طبعا النطق بالنسبه لنا كله جديد، حتى لو كلمات عارفها هيكون النطق بالنسبه لك جديد. تاني حاجه هيعلمك ازاي ان انت تعلم اي حد صغير، هيعلمك ازاي تبدا معاه. تالت حاجه ان المعلومات الصغيره او القواعد الصغيره اللي احنا هنقولها في الكورس ده اللي هو اتكلم براحتك ده، مش هنقولها بعد كده في الكورس اللي بعد كده اللي هو هيكون فيه قواعد متقدمه شويه. فده هيفرق معاك جامد جدا. طبعا انت ممكن تسمع في اي وقت، ولكن انصحك انك تمشي معانا بالترتيب. ولو انت دخلت يعني بتسمعنا دلوقتي اول مره فامشي برضه بالترتيب، وهتلاقي كل درس هيكون فيه بعديه واجب. اوكي. بكده نكون خلصنا اول بودكاست او اول تسجيل من سلسلة ما تيجي نفهم. وهنبدأ ان شاء الله في سلسلة
اتكلم براحتك. بعد كده هيكون في سلسله اسمها اتكلم بوعيك. في النهايه بحب اشكركم جدا، واشكر كل المهتمين والمتابعين والمؤيدين للفكره. ما تنساش طبعا لو انت عجبك البودكاست او حسيت ان هو مفيد او تحمست الفكره وحبيت ان انت في حد يشارك معاك تبدا الكورس معاه، اعمل لايك واعمل شيرنج للبودكاست ده. وبشكركم جدا. كان معكم من هندسة الصوت اسلام طلعت. كتب هذه الحلقة اسلام طلعت. اخرج هذه الحلقة برضه اسلام طلعت. بتمنى لكم كل خير، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.